بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. أخصائي الطب النفسي اتكلموا عن الوعي الذاتي وقالوا عنه إنه الخطوة الأولى في أي علاج نفسي حقيقي وفي أي تغيير بحياة المرء عموما. وقالوا كمان إن الوعي الذاتي هو أن يدرك الشخص أدواته وأن يعي مشاكله ومواطن التميز والخلل لديه بصدق. وأشاروا كمان إن أهم المعوقات اللي بتقف حائلا أمام هذا الوعي هي عدم رغبة المرء في معرفة ذاته. هو مش عايز يعرف ذاته أصلا، وبينصحوا بضرورة زرع الوعي الذاتي لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم. وقالوا كمان إن الوعي بالذات والشعور بالمسؤولية وجهان لعملة واحدة. عشان كده بنلاقي بعض الناس عندهم وعي كافي بذواتهم، والبعض الآخر ما عندهمش الوعي ده، والسبب بيكون طريقة التربية اللي تربوا بيها من صغرهم وسلوك الأهل معاهم. هل كان الأهل بيتحملوا مسؤولية أفعالهم وكانوا بيعالجوا المشكلات بمواجهتهم ليها، ولا كانوا بينكروها أو بيهربوا منها؟ بإذن الله حلقتنا النهاردة في قوارير هنستكمل الحديث عن الوعي الذاتي وأثره على حياتنا والعوامل اللي ممكن تقف أمامنا وإحنا بنبحث عن وعينا وإدراكنا بذاتنا، وإيه الفوائد اللي هتعود علينا. كل التفاصيل دي بإذن الله تعالى هنناقشها مع الأستاذة سعدية طاهر صنقور، مستشار أسري تربوي وماستر كوتش. السلام عليكم يا أستاذة سعدية وأهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا الحلقة السابقة توقفنا مع حضرتك في الحديث عن العوامل اللي بتعيق تطوير الذات واكتشاف الذات. خلينا نبدأ من حيث انتهينا ونتكلم عن هذه العوامل. بالنسبة للتطوير الذات أو الوعي الذاتي، وتحدثنا عنه وقلنا إنه هو في 4 اتجاهات لذاتنا هذه حتى تتأثر بما حولها أو لا تتأثر. وكانت اللي هي ذو خبرة والوعي والعلم اللي نحن بنتعلمه. ومن بعدها تكلمنا عن العوامل المؤثرة بهذه البوصلة. بوصلتنا هذه بتتأثر بكل شيء. إيش اللي بيأثر عليها؟ بيأثر عليها فكر الشخص، نظرته للحياة. طب كيف إحنا بنكون فكر الشخص ونظرته للحياة؟ بنكونها من البداية، ويجي للأساس للوالدين حين تربية أبنائهم. هل أنت بتعود ابنك على تربية صحيحة؟ إحنا نظن أننا إحنا في مصلحتهم، ولكن أحيانا بنكون عكس ذلك. عندما يعني تجهز الأمور وبتخليها بطريقة سهلة يسيرة للطفل من صغره، من المرحلة الأولى من 5 6 سنوات. الطفل بعد كده دائما فين هذا الشيء يا ماما؟ طب إيش أسوي يا بابا؟ إذن صار هذا الطفل اتكالي وما بيعتمد على نفسه. من هذه اللحظة وإحنا بنبني شخصيته. ال7 سنين الأولانية من عمر الطفل هي المحور الأساسي لتكوين شخصيته وذاته. في هذه الحالة هل الطفل حيكون مقدر لذاته؟ تقدير الذات أكبر شيء لازم يكون عندنا. طب إحنا لما بنيجي وبنقول لا تعمل كده واعمل كده مثل فلان، إحنا إيش بنسوي فيه؟ احنا بنخليه في مقارنة دائمة وعدم ثقة في ذاته. انت بدأتي تهدمي على طول من يوم هم 2 3 سنين. بنقول هذا الطفل طلع أسنان، طب أنا ولدي ما طلع أسنان، هذا الطفل قاعد يجري وهذا ما بالظبط مشي، هذا بيتكلم بالظبط. إنجليزي. أي مجرد انت بتبدأي بالمقارنة وانت ما انت حاسة وبتتكلمي عن ولدك أمام المجتمع اللي انت جالسة فيه وانت ما انت حاسة وانت بتجرحيه. هذا الجرح الصغير اللي انت بتسويه بيسبب لماذا؟ بسبب لفقده تقدير ذاته، بينقص تقدير ذاته، بينقص. وعندما فعلا. ينقص تقدير ذاته إيش حيسوي؟ حينتقل لمرحلة ثانية تكلمنا عنها في المرة السابقة اللي هي الذات المثالية. طب هو يبغى بالصورة اللي انت تبغيها والمجتمع اللي حوالينك اللي بيشوفوها، فحيصير هو لا يحاول يتكلم، يحاول حتى يعني مثلا لو جاء طفل بيقول I am fine، حيحاول يقول لك لا 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 لا،
الطفل الصغير. إمم. ليه؟ هو بيحاول يتكلم باللغة اللي انت عجبتك في الطفل ذاك، ليش ما عجبك لغتي انا اللي انا تكلمت فيها؟ أيوه. صح ولا لا؟ إمم. إمم. بهذه الصورة احنا ايش بنسوي؟ بنخليه بينتقل لذات مثالية، ذات مش اصله ابدا، اللي إمم. خلقه الله عز وجل عليها احنا بنلغيها، بس احنا مش إمم. حاسين ان بنعمل هذا الشيء، ونيجي بعد 10 14 سنة بنقول انا ابني ما كنت ابغاه كده، انا ابني بيعمل اشياء ما ابغاها، لانه هو دائما بيحاول يبلك بصورة غير اللي هو اصلا، فبتجي الذات فجأة الذات بتطلع الحقيقة. المزيفة زي ما حضرتك اتكلمتِ سابقًا في الحلقة السابقة، الذات المزيفة والذات الحقيقية، ممكن إحنا كآباء ايوه وأمهات بدون قصد بندفعهم إن هم يبحثوا عن ذات مزيفة. نعم، هي هذه اللي بنسميها مثالية كذلك. إمم. الذات المثالية والواقعية هي نفسها الذات المزيفة، لأنها تظهر ما لا يوجد في باطن المرء، بيحاول يمثل للناس اللي حوالينه حتى يرضوا عنه، وبكده إمم. دائما بيصير ضعيف شخصية، لأنه بيحاول إرضاء من حوله، وبيجي في لحظات من اللحظات إيش بيصير فيه؟ محبط، متهالك، أنا ماني عارف إيش أسوي، أنا ماني عارف إيش أبغى. أنا أبغى أدرس صيانة مثلا أو إلكترونيات، وأبويا يبغاني طب أنا ماني مرتاح، أنا حاسس في ضياع. ليش إمم. بيوصل لهذا الشيء؟ من البداية، لأنك من البداية أنت بأشياء صغيرة بتعمليها قاعدة تكسري من شخصيته، تخليه يفقد تقديره لذاته، يتحول من الذات الحقيقية إلى الذات المثالية اللي أنت تبغيها، أو الذات اللي في الواقع حوالينا في المجتمع يبغاها، مش اللي هو يبغاها. إمم. ممتاز جدًا. طيب دي نعم، العوامل اللي هذا بتعيق. أول عامل. ده نعم. أول عامل. طيب إيه تاني نعم. من ضمن العوامل اللي بتعيق تطوير الذات واكتشافها؟ برضو في الظروف الاجتماعية والظروف الشخصية. الظروف الاجتماعية والشخصية، ومنها بتيجي يعني خيبات الأمل، تيجي إمم. الفقد، احنا نيجي على مرحلة أكبر. فلما يجي الإنسان يكون متوقع مثلا، الآن احنا في التربية زي ما بنتكلم إنه البنت مثلا بتربيها أمها، تدرسي، تعرفي تطبخي، تتزوجي، تخلفي، إمم. وهذا الزواج هو سعادتك، وهذا هو نهاية الحياة. هنا انت بتلاقي جنتك ونارك، صح، ولكن هذه هي الأسرة اللي انت لازم تسعدي فيها. تيجي البنت زي ما ربوها والدينها، بتدرس وبتثابر وبتاخد أحسن الدرجات، وبتدور على عريس أحلامها وليلة العمر، وبتتزوج. تيجي إمم. تتزوج، يطلع الزوج هذا خيبة أمل لها. تتصدم. ك- تتصدم إمم. في الحياة. لما الإنسان يصدم إيش يصير؟ نفس وضع الطفل الصغير اللي بيحس بأنه متهالك خلاص، يعني كأنه شوية وحيطيح من الهاوية، فاقد كل حاجة، ما هو عارف إيش يسوي. طب أنا إيش أعمل؟ كيف أتحرك؟ هذا الشيء بيكون معيق للإنسان إنه هو يطور من ذاته، خلاص بيوقف في مرحلة، خلاص أنا إمم. أقوم بأموري الأسرية وأربي وانتهينا، هذه هي خلاص استسلام. هنا إمم. بتصير هذا كمان عائق، احنا نبغى يكون عكس العائق، وهو التصدي لهذا الشيء، وحنتكلم إمم. عنه في المرحلة الجاية. إمم. الأمور المجتمعية كذلك، أحيانا الإنسان بيكون مع مجتمعه مختلط، مثلا مثلا حادثة كورونا الآن، يعني إمم. نجي نقول هذا أمر كان مجتمعي. الإنسان مستعد، إني أنا موظفة أذهب إلى المدرسة أشتغل في مدرستي، أو أذهب إلى البنك وأشتغل في البنك. جات حادثة كورونا، أمر آه. مجتمعي كل المجتمع صار فيه. طيب الإنسان اللي كانوا في المدارس، أغلقت المدارس، في مدارس أغلقت وصارت أونلاين، طب أنا ما عندي معلومات إلكترونية، أنا إيش أسوي؟ خلاص إمم. يحبط الإنسان، وما يبي إمم. يطور من ذاته، وما بيغير من أسلوب حياته، لأني أنا مدرس على السبورة بس، أنا مدرس بالكلام قدام الأطفال بس، ما أنا ما فيش أقدر حتى أطور ذاتي. مرونة إن هو يقدر يطوّر من نَفْسه أو يتواءم مع الظروف الجديدة اللي حصلت. نعم، هذا العدم وعيه بذاته، إمم. لأنه هو ما يبغى يطور ذاته، صار هذا المعيق مع سلاسة الإنسان. أحيانا الإنسان بيكون سهل إنه ينقاد مع الذات هذا اللي تبغى تتطور، وأحيانا بيكون صعب، وتتفاوت من إنسان لإنسان. فهذه المؤثرات كذلك تختلف من إنسان لإنسان. في ناس كانت مصيبة كورونا هذه عندهم انطلاق للتغيير، وكانت بداية فعلًا. تطور فعلًا. وازدهار لهم. نعم. إمم. نعم. بالضبط. وكذلك من المعوقات الحالة الصحية والنفسية. إمم. يعني نخلي النفسية جانبا ونتكلم عن الحالة الصحية. إنسان كان نشيط، وإنسان كان عامل، حصل حادث،
اضطر إنه هو يفقد أحد أعضائه أو إنه انشل مثلا، خلاص للأسف، ما يبغى يخرج منه. للأسف. نعم، ما أنا لا أخرج، أنا لا أعمل، أنا لن أقابل الناس. فصار طب التطوير اللي أنت فيه، المجال اللي أنت فيه، مش ممكن تطوره أكثر؟ مش ممكن تستفيد من الوضع اللي أنت فيه؟ أنت ليش بتحطم نفسك؟ أنت ليش بتنغلق وتجلس؟ إحنا كل إمم. إنسان له رسالة في هذه الحياة، لكل ذات موجود هدف، وإن كان الهدف لمرحلة معينة من العمر بينتقل لمرحلة أخرى. فأنت لابد أنك أنت تفكر تتأقلم مع هذا الوضع اللي أنت جاك وتنتقل لمرحلة أخرى. لازم من التغيير. إمم. يعني لا نظل على ما احنا عليه أو على ما أصابنا، لازم نفكر بطريقة ثانية. ويأتي في هذا الشيء كمان التفكير الإيجابي، ويأتي كيف أنا ممكن إمم. أتخلص من هذه الأمور بمثل ما مساعدين إمم. ومعوقات ولها حلول البعض أخرى. في البداية بيكون مصدوم، خصوصًا زي ما حضرتك ذكرتِ الحوادث اللي يعني بيحصل فيها تغيُّر جذري وكبير جدًا في حياته، سواء فقد أحد أعضائه أو جلوسه على كرسي أو ما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية يا رب والشفاء للجميع. بتبقى صدمة كبيرة جدًا. البعض بياخد وقته من الصدمة، وبعد كده بنشوف يعني كم من الإنجازات والإبداعات اللي ما بتصدرش من الصحيح المعافى اللي واقف على رجليه كما يقال، ولكن بيصدر منه إبداعات. بنشوف رسائل ماجستير ودكتوراه، بنشوف ناس عندها مهارات وإبداع في شتى المجالات وهم موجودين على كرسي. ده ياخدنا لنقطة تانية يا أستاذة سعدية. احنا اتكلمنا عن العوامل اللي بتعيق تطوير الذات واكتشافها، شُفنا إيه اللي بيعيق، ولكن أنا عايزين بقى نشوف إيه اللي هيحمّسني، إيه اللي هيدفعني أفضل أنا ماشي وراه، الأسباب اللي تخلّيني أطوّر نَفْسي كويس جدًا، أكتشف نَفْسي، أبقى عندي وعي بذاتي. قوليها لنا في نقاط رئيسية. من العوامل المحفزة إنه الإنسان يؤدي إلى أحسن سلوك عنده، حيطور من ذاته، يطور مهاراته، حيطور معتقداته، وحيصير صاحب إدارة كويسة لتصرفاته. هي علاقة طردية، كل ما زاد وعي الإنسان كل ما استطاع الشخص إدارة نفسه بنجاح وكفاءة، وهي يكفي إن الإنسان حيرى أفضل صورة لذاته في هذا الشيء. إمم. تمام. طيب بعض الناس هتسأل يا أستاذة سعدية، اتكلمتوا عن الوعي الذاتي وأنواعه وتعريفه، إيه العوامل اللي بتعيقه والعوامل اللي بتساعدنا على التطور، إيه الفايدة اللي هتعود عليَّ من معرفة الوعي الذاتي، وإن أنا أبقى مُدرك كويس ال قدراتي والحاجات دي كلها؟ أنا حاسس إن الموضوع لسان بعض الناس إن الموضوع حاجة كده يعني كبيرة، صعبة، أكاديمي، كلام كبير. إيه يا جماعة، إيه الفايدة اللي هتعود عليَّ؟ هي الفائدة بوجه العموم هي إصلاح النفس، وإحنا هذا اللي نبغاه، إحنا نصلح نفسنا ونزكيها ونطهرها كما أمرنا الله عز وجل. إمم. نرجع ثاني مع العوامل المساعدة حتى نصل لما هو صورة واضحة للناس. دائما إحنا عندنا في في التعلم الديني باب العلم قبل العمل، لابد إننا نعلم. فالعوامل اللي حتساعدنا إن إحنا نعلم ما تحتاجه في الإيمان وفي العبادات، لازم تتعلمها. لازم تتعلم الصفات النفسية الجيدة. لازم تتعلم العلاقات، تدرس في العلاقات وتقرأ في العلاقات. لازم تصحح مفاهيم السعادة. السعادة ليست شرب خمر أو ملهيات أو مسكرات. إمم. السعادة في إنجازات ومعاملات حسنة ونجاح وتطور. لازم تتعلم كيف تمر في الأزمات وكيف تحلها، لأنه أحيانا الإنسان بخبراته بيعرف إنه مرت علي هذه المشكلة وحليتها وسويتها، طب المرة الجاية أنا أعمل إيه؟ تقرأ إمم. وتتعلم وتدرس في أمور كيفية تتعامل معها. تتعلم حوارك مع النفس، لأنه أهم ما في الموضوع أنك أنت تعرف نفسك، فلا بد نتحاور معها. طب كيف إمم. إحنا حنبدأ العمل؟ هو هذا المطلوب، الطريقة العملية. أنا إيش أسوي الآن؟ العمل، الشغل على النفس وإصلاحها، وتشتغل عليها في جوانب كثيرة. حتيجي تقولي بس مرة في أمور دينية، لا، إحنا قلنا الدينية والنفسية والحياتية والاجتماعية وتزكية النفس عموما. طب إحنا نستعجل على إصلاحها؟ لا، إحنا لو استعجلنا عليها حنقلبها بنتيجة عكسية. ولكن إمم. نراقبها مراقبة صغيرة، يعني بمراقبة بسيطة برأفة عليها، لأنه الإنسان هو أكثر شخص يعلم نفسه. لو يعني قلنا للإنسان من أنت في الزمن هذا، في كثير بيقول أنا ما أعرف ما أنا من فعلًا. أنا مين أنا أو إيش إمم. أبغى. طب أنت ليش أيوه، بتسوي كده؟ بالضبط. إمم. ليش ما بيعرف نفسه؟ لأنه يتحايل. الإنسان لما بيهرب من نفسه يمر بأمرين، يا إما التحايل أو التأويل.
بيأول وبيقول التحايل يعني أو مثلا التأويل. نعم هو إمم، بيتحايل على نفسه، فبيتحايل عليها بأي أمر، أنا حسوي بعدين، حسوي بكرة، طب لا يعني عادي لو ما عملته الآن، ويجلس يسوف، يغش إمم، نفسه يعني. إمم، والأمر الثاني التأويل، إنه لا أنا في هذا الوضع بسبب ظروف البلد اللي عايش فيها، أنا في هذا الوضع بسبب تربية والديني لي، أنا في هذا الوضع بسبب الأستاذ مستقصدني. إمم. بيفضل يعمل أمور نفسية. هي هنا هذه اللي قلنا عليها، انه لازم يعرف الصفات النفسية الصحيحة. اذا انت إحنا كده بتكذب على بنسميها نفسك. باللغة الدارجة يا أستاذة سعدية، بيعمل شماعة عشان يعلّق عليها كل إخفاقاته أو عدم توفيقه في حاجات كتير. اي نعم، وما هو صادق مع نفسه. إمم، يعني صار عدم الصدق مع النفس، التأويل والتسويف، هذه الأمور كلها كانت سبب إنه هو يتأخر وما يتطور. أنت إمم، الآن لازم تكون صادق مع نفسك، ده منك بتشتغل عليها. وهذه الأمور ده من عرفت إن إحنا بنتكلم عنها، الغيها من حياتك، وابدأ وحاول تتعلم وتصلح. في أحاديث كثيرة ورد إيش، إنما الصبر بالتصبر، إنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم. يعني إمم، ابذل المجهود، جاهد نفسك شوية شوية، لا يجي أحد يقول أنا ما أعرف. خطوة بخطوة أنت حتعرف وحتعمل. يعني إنسان أهم شيء إنه هو يعترف بالخطأ، إمم، يعترف إنه هو غلطان، يعترف إنه في شيء في نفسه يبغى يعدله. هو ليش يعني حاسد هذا الإنسان، هو ليش زعلان من هذا الموقف، وهو يقدر يحله. بكده هو حيقدر يطور نفسه. إمم، ممتاز محاسبة جدًا. النفس أمر ضروري. نعم. إمم. طيب هل الوعي بالذات وأثرها على حياتنا، الكلام ده يكون موجه للناس الكبيرة، أعمار كبيرة، يعني في ال20 في ال30 في ال40، لكن سِن المراهقة وأبنائنا اللي لسه في ال15 ولسه بادئين بقى يدخلوا الدنيا زي ما إحنا بنقول، هل المفروض إن إحنا نبدأ نتكلم معاهم عن الوعي بذاتهم وتحديد قدراتهم وإزاي يطوروا من نفسهم، والّا لسه بدري عليهم في الكلام ده؟ نعم، إحنا سؤال جميل. إحنا حنتكلم معاهم، لكن حنتكلم بطريقة غير اللي تكلمناها الآن مع إنسان الأشخاص الكبار في السن زي ما قلتي. إمم، الطفل الصغير، من الطفل الصغير إلى سن المراهقة، هم ينتج معاهم، إحنا كأننا نعمل جلسات كوتشنج معاهم. لأن إمم، الكبار يجي بإرادته، لكن الصغير ما بيعرف. الأم والأب هم كوتشنج ليه. إيش إمم، حيسووا؟ طب يا ولدي أنت بتعرف تعمل كده، ليش ما بتسوي؟ أنت رسام، ليه ما تشتغل على الرسم؟ هو حيجي يقول لك يا ماما أنا ما أعرف، أنا أبغى الألوان الفلانية، أنا أبغى المدرسة. حتعرفي الآن المعوقات اللي عنده والإمكانات، وعليها حتدعميه، حتخلي هذه نقاط الضعف، ولا عنده نقاط الضعف تحوليها لقوة، ونقاط القوة تخليها لفرص. بحيث إمم، إنه هو رسام، إذا أنت لا حتنمي هذه الموهبة زيادة، وتخليه في أقرب مشاركة في الرسم في الفنون، تخليه يشارك. أنت حتنمي، حتشتغلي أنت بتطوير ذاته، ولكن ما تتكلمي معاه بالمفتوح وتقولي له اهتم بذاتك وطور ذاتك واعمل ذاتك. لأنه حيجي في يوم تاني وينقلب الكلام ويقول لك يا ماما طب أنا أصلا ما أبغى هذا الشيء، وأنت حتيجي تبغي تربي. إمم، كيف حيستجيب وكيف حيمشي معاكي في التربية؟ بالضبط، نعم، لا أنت لازم تسايري بين الأمرين، تتكلمي معاه بوضوح وتصلحي، لكن بدون توضيح تام إنه أنت يعني ذاتك هي كده وذاتك هي الأمور اللي تكلمنا فيها. لا، أنت كطفل أنت لازم عارف إيش تبغى، أنت لازم تتحمل المسؤولية، أنت لازم عندك إمكانات وقدرات أنت تعرفها. إذا أنت ما عندك قل لي إيش اللي ضعيف فيه. أنت تحب إمم، هذا الشيء، طب يلا خلينا ننميه. هي بعموما دائما اللي بنقول عليها ننمي مهارات أبنائنا، نطور هواياتهم، نشجعهم إمم، على اختلاط الناس، تخليهم بمعنى أصح، أو عام الآن دارج في الزمن بيسموه الذكاء العاطفي. لازم إمم، نخلي أبنائنا أصحاب ذكاء عاطفي عالي، لأن صاحب الذكاء العاطفي هو صاحب ذات حقيقية، يستطيع يسيطر على ذاته ويقومها، ويتعامل مع الظروف المحيطة بأفضل تعامل.
إمم، ممتاز جدًا، باشكرِك في النهاية أستاذة سعدية طاهر صنقور، مستشار أسري وتربوي والmaster coach على هذا الطرح المميز والجميل، وبإذن الله يكون لينا لقاءات متعددة في موضوعات شيقة مع حضرتك، وطبعًا الشكر موصول لكل مشاهدين ومتابعين برنامج قوارير. انتهت حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.